اهلا بيكم مشاهدينا حلقه جديده من ابني يا دكتور. والنهارده تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للتوحد، احنا كمان حابين نركز ونتكلم ونسلط الضوء شويه على مرض التوحد تزامنا مع احتفالات العالم، ومصر كمان النهارده بتحتفل معاهم. ممكن هنلاقي احتفالات كتيره جدا، مباني كتيره جدا النهارده بتاخد نفس الشعار او نفس اللون باللون الازرق ده، علشان نقول ان احنا متضامنين، احنا كلنا واحد، احنا نتعامل ونحتك وهنعرف اكتر عن مرض التوحد. النهارده بنرحب بدكتوره ولاء اللي منورانا النهارده في الاستوديو. ازيك يا دكتور؟ منورانا يا دكتور. وخلينا كده يا دكتور، احنا في احصائيات ممكن بتقول ان بين كل 68 طفل ممكن نلاقي طفل عنده توحد. مع انتشار الوقت الراهن والتكنولوجيا واساليب التربيه ونفسيا وحاجات كتيره جدا اصبحنا بنلاقيه حوالينا اكتر. الاول يمكن ما كانش معروف قوي، ما كانش بيسلط الضوء عليه قوي، فاحنا حابين نعرف اكتر عن ايه هو اصلا التوحد. طيب، هو طبعا بدايه انا سعيده جدا بلقائكم واهتمامكم، وده يدل على ان ما شاء الله القناه عندها فكر تربوي عالي يعني. طبعا هو بدايه موضوع التوحد ده موضوع يطول شرحه، يعني اعتقد انه هيحتاج برضو الحلقات كتير، ولكن اختصارا عشان الناس ما تبقاش قلقانه. هو ليه اسباب كتير جدا، واغلب الحالات بتتعالج وبتشفى شفاء تام والحمد لله. ولكن هو بس ينقصنا الكالتشر اللي تعرفنا هو ايه اصلا هو التوحد، او نقدر نعرفه ازاي. هو ده الاهم بالنسبه لنا. التوحد عامه هو بتعريف مبسط جدا عشان مش كل الناس ذوي دراسه بالموضوع بعرفه بان صعب جدا ان الطفل ده يعمل تواصل بصري بشكل كفايه. يعني مامته تبقى بتكلمه ممكن تبقى هو عينه بتتجه لاي مكان تاني، ما عندوش استعداد ان هو يبقى متواصل حتى في الحديث بشكل مستفيض. حركته كتيره جدا، واحنا ممكن نعتقد في الاول ان ده هايبر اكتيف ودي شقاوه، ممكن عنده تبقى فرط عادي. حركه شويه. بالظبط دي احد السمات يعني. الاهم ان هو حتى ما عندوش استعداد للتواصل اللغوي وعنده تاخر. ناس كتير بتقولك لا، اصل الطفل اللي بيسنن الاول بيتاخر في المشي، واللي بيتاخر في المشي بيتاخر في الكلام. لا، الموضوع مش كده خالص. هو ما بين 32 او 30 شهر ل 36 شهر تقريبا، اللي هو في حدود من يعني سنتين ونص تقريبا. لو ظهرت العلامات دي لازم اتجه فورا للمختص. بتبان بقى بحاجات كتير هنقولها اثناء الحلقه ان شاء الله. دكتور ولاء، انت لسه كنتي بتقولي مش اي حد يقدر يحكم ان ده توحد، او هو اللي يشخص ان ده توحد ويقدر يتعامل معاه. طب انا كأم، كأب، كولي امر للطفل، اتوجه لمين؟ يعني حضرتك ممكن تعرفينا بنفسك علشان نبقى عارفين اكتر، او ناخد امثله مشابهه ان احنا كاولياء امور هنتعامل مع انهي فئه، لان بقوا كتير جدا وللاسف بياخدوا يعني في بعض الاوقات بياخدوا وقت كبير جدا وارهاق ومجهود مادي ومعنوي ونفسي، والطفل بدل ما نلاقيه بيتقدم بيتاخر. فاحنا اسمحي لنا النهارده من خلال ابني يا دكتور النهارده على IMC نتعرف عليكي حضرتك شخصيا. حضرتك يعني المفروض انا كأم لو هروح لحد هروح لمين؟ طيب، هو بدايه من خلال مجالي، انا مستشار دكتور ولاء شبانه، انا اخصائي صحه نفسيه وتربيه وسلوك. هو بدايه التشخيص ده ليه كذا قناه او كذا برانش. اولهم التشخيص المبدئي اللي هو بتاع الام زي ما قلنا، اللي هو ان هي في حدود السنتين ونص لما تلاقي ان الطفل ده ما عندوش تواصل معاها، ما بيكلمهاش وعينه في عينيها، منزوي اكتر من اللازم، مش بيقلد زي بقيه الاطفال في السن ده بيبقى عندها محاكاه كتيره وبتقلد. مامي بتحط روج اروح احط زيها، بابا ماسك سيجار في ايده عامل زيه. لا، حته التقليد دي مفقوده تماما للاطفال اللي بيصابوا بالتوحد. فالتشخيص المبدئي بيبقى من عند الام. التشخيص الثاني بقى لو هي بدات تحس فعلا ان في سمات لحاجه زي دي، لازم تروح لمكانين. الاول ان لازم يبقى حد مخ واعصاب وتعمل للولد IQ عشان يبين نسبه التوحد اللي عنده قد ايه، ونسبه الذكاء اللي عنده قد ايه، وهل هو طفل يقبل الدمج اساسا لما يدخل المدارس بعد كده ولا ما يقبلش، لان دي برضو ليها فروع كتير جدا. هيبقى بيتعالج على شقين من التشخيص اللي هو الحاجه اللي هي الميديكال اللي هي عند دكتور المخ والاعصاب، وده لان هو هيدي مهدئات، هو هيحتاج بالفعل تابلتس اصلا يبقى بياخدها. ومن ناحيه ثانيه اللي هو العلاج السلوكي اللي هو يخص بقى الاخصائيين النفسيين والتربويين اللي زي يعني كأم تبدأ الأول هي تلاحظ تغيرات التشخيص المبدئي، تشخيص مبدئي، وبعدين تتوجه لحاجتين، المخ والأعصاب والIQ كمان تعمله. ده اختبار مقياس للذكاء ونسبة الذكاء عند الطفل بتكون عاملة ازاي، وبناء عليه بعديها تتبع ان هي تروح عند اخصائي نفسيه سلوك تعديل سلوك او ما شابه. تمام. هل التوحد ليه اشكال؟
هو مش ليه اشكال، هو ليه درجات، ممكن يبقى الموضوع ادق كده يعني. هو ليه درجات كتير، وعشان كده بنقول ان اغلب الحالات، يمكن قبل الحلقه كنت بقول لحضرتك ان في حالات كتير جدا بتشفى شفاء تام منه. هي في ناس بيجي لها هاجس غير عادي، ان انا ابني مصاب بالتوحد يبقى انا كده خلاص ابني معاق ذهنيا، ابني معاق فكريا، وفيما يعني يختص بالالفاظ اللي انا ما بحبهاش اللي هي زي ما قلنا تخلف عقلي. لا، الموضوع مش كده خالص. هو طفل زيه زي اي حد، محتاج عنايه خاصه، في عنده جزء كبير من التوحد او الاوتيزم الكامل. ده بيبقى ليه درجات معينه من العلاج، ولو هو السمات دي عنده اقل او لسه عنده يعني طيف منها، ودي احد الحالات اللي احنا بنسميه طيف التوحد او سمات صغيره من التوحد، دي بالعلاج بتجيب نتيجه كويسه جدا، وبيبقى انسان نورمال جدا بعد علاج كده. طبي وعلاج علاج نفسي طبي وسلوكي. وسلوكي. اه إيه، احنا ممكن نكون عارفين ان التوحد او الاوتيزم ممكن يجي مثلا مع الولاده، ممكن يجي مرض مناعه معين اصاب بيه الطفل فادى بيه لده، ولا دي حاجات لا؟ هو لو المجال بتاع التوحد اللي دخل الطفل ده مجال طبي بحت، هيبقى من بدايه الولاده فعلا. بسبب ادويه معينه، بسبب اختناق معين حصل اثناء الولاده. بيظهر برضو بنسبه اكبر لو في اصلا اخوات عندهم اصلا توحد، بيظهر بنسبه اكبر مع التوأم المتماثلين، المتشابه متطابق. اللي هو المتماثل بيبقى او هو اكثر المتطابق. عرضه. بيبقى اكثر عرضه للتوحد. دي بنسميها بقى حالات توحد كامل. دي غالبا بتبقى توحد كامل. ولكن للاسف بقى احنا عايزين ننوه على حاجه مهمه، ان انا ممكن ابني يبقى مولود طبيعي وانا اللي اخليه عنده توحد، ودي بقى الاخطر. ازاي؟ بالكرتون. الكرتون ده احد مصائب العصر. الكرتون تاني يا دكتور، عشان احنا فيه كتير للاسف مننا كامهات بنأثر في الموضوع ده وبنسيب ولادنا بالساعات، نريح دماغنا للاسف. ممكن يبقى هي عندها شغل، مش فاضيه، بتذاكر للكبير، فبالتالي بتلاقي بتتبع خطوات من الاهمال. احنا ممكن ناخد التعبير ده شويه، بس هو تعبير قاسي بصراحه، وممكن يبقى عن غير قصد، واكيد بيكون عن غير قصد. بس بنلاقي ان احنا بنعمل جريمه في حق الطفل اللي جبناه، ان احنا بنسيبه قدام التلفزيون. للاسف ده حقيقي. هي الفكره فعلا ان الامهات بيعتقدوا ان الكرتون ده كله حاجات صحيه او حاجات مفيده للاطفال، او ايه يعني ايه الاطفال كلها بتتفرج. لا، هو مش كل البرامج اللي بتيجي على اليوتيوب للاطفال مفيده، ومش كل الكرتون اللي بيجي للاطفال لا، ده هو كله مش مفيد تحديدا يعني، عشان برضه ابقى ايه البديل لده؟ حضرتك كدكتور تعديل سلوكي، ايه البديل؟ ما هو انا في عندي قنوات على او برامج على اليوتيوب مفيده جدا، حاجات تعليميه فعلا ممكن تفيد الاولاد. ويمكن نزلت قبل كده ونوهت عن ان في قنوات او برامج تحديديه بتقنن او بتحدد الحاجات اللي يدخل عليها الطفل، زي حاجات اللي هو سن 3 سنين و4 سنين واكبر. بالظبط. وانس ان هو فتح اليوتيوب مش هيقدر ان هو يدخل على اي حاجه ممكن تبقى متطرقه لحاجات انا مش عايزاها كأم، او انا مستوعبه ان دي ممكن تبقى غلط بالنسبه له. ودي سهله جدا. يعني بمعنى مبسط حضرتك طالبه من الام ان هي لما تخلي ابنها يتفرج على حاجه يوتيوب او حاجه، يبقى كمان بيرسل ويستقبل يا دكتور؟ يعني بيستقبل حاجات وبيبدا يرسلها، يطلعها، يقولها؟ لا، هو مش هيبقى بيرسلها ويقولها، هو ده برنامج شغال قدامه او قناه شغاله قدامه، هو بيتفرج عليها زيها زي اي فيلم كرتون، مفيش مشكله. ولكن التواصل الشديد جدا مع الكرتون بشكل مبرح زي ما بنشوف كده، ممكن تلاقي الطفل في خلال 5-6 شهور بالكتير قوي يبقى هو شخصيه كرتونيه اصلا، وتلاقيه بيتكلم اصلا زي شخصيات الكرتون بالظبط، وحركاته وتقليده زيها بالظبط. وبعدين هو احد سمات التوحد اللي واضحه جدا جدا هي الانطوائيه. الكرتون بشكل دايركت اصلا بيسبب الانطوائيه للطفل، وخاصه بقى لو هي سينما صامته، لان هي كمان مقسومه لاثنين. يعني في كرتون بيبقى متكلم ومتحرك، في كرتون تاني كارثه كارثه انا شخصيا كنت بعشقها وانا صغيره للاسف، اللي هي توم اند جيري. توم اند جيري لما بيكون ده بيعد من تصنيفات السينما الصامته. هو مش واخد على اي حاجه غير ان هو ما بيتكلمش، ما بيشوفش هم بيبصوا لبعض ازاي ولا اي حاجه. كل التعبيرات اللي بالنسبه لهم يا اما ميوزك يا اما اكشن، هم بياخدوها مع بعض، فدي طبعا هو بيكتسبها بشكل غير مباشر يعني. التوحد يا دكتور ممكن نقول ان هو ليه تاخر عقلي؟ هو للاسف فعلا بيصنف ان هو تاخر عقلي، لان هو بيأثر على التطور الذهني لمخ الطفل. فبيفقدوا الطبيعيه اللي ممكن اي طفل تاني بيمارسها، زي ما قلنا التواصل البصري والتواصل الحركي. ممكن يوصل بيه الامر كمان ان هو حتى لما يطلب حاجه، حتى لو هي شديده الالحاح بالنسبه له، بيبقى بيحتاجها بانه بيبص لها بس، مش اكتر من كده. ما يقدرش يشاور، حركته الجسمانيه شديده جدا وكتيره جدا، وفي بعض الحالات مش كلها بتوصل الى حد التشنجات
الصرعيه اللي هي بتصنف من ضمن انواع الصرع برضو، دي برضو احد يعني ده مسببات ممكن التوحد. مسبب بيها؟ للاسف. تمام. فعشان كده انا بقول يعني هو الحمد لله هي من نعمه ربنا ان في علامات كتير جدا بتبان في السن ده تحديدا. لو احنا قدرنا ان احنا نلحق الدنيا من الاول والحاله ما كانتش متاخره، الدنيا هتتظبط معاهم بشكل كويس جدا. لذلك هو بيعد فعلا تاخر عقلي، لان هو مأخر التواصل بالعين، بالتخاطب، مفيش كلام، ما عندوش استعداد ان هو يسمع، ما عندوش استعداد ان هو يحاكي البيئه اللي حواليه. لو في اضاءه مبهره بالنسبه له بيبقى في حاله هياج عصبي غير عاديه. لو في الوان شديده السطوع بالنسبه له زي الاحمر، الاورنج، الحاجات دي، لذلك دايما احنا بنتمسك باللون الازرق لان هو اكتر الالوان اللي بتعمل على التهدئه العصبيه والنفسيه فعلا عموما، مش للطفل التوحدي بس. كل الحاجات دي بتعد مثيرات غضب شديده جدا بالنسبه له، وبتخليه بالتالي بيبقى فيه انفعالات غير عاديه بتظهر عليه، وممكن توصل لحد التشنج العصبي. ده حقيقي. طب هنا احنا كده الام والاب هيكونوا عندهم ازمه، دورهم ايه او هيبداوا يتجهوا لايه؟ هيعملوا ايه؟ لازم يتوجهوا بسرعه للمختصين. دي ما فيهاش كلام. ولازم يعني عشان انا برضو للاسف بواجه ده في الاكاديميات او في المدارس او في المؤسسات التعليميه عموما، ان الاب والام ما عندهمش استعداد يعترفوا ان ابنهم فيه مشكله، خوفا منهم، وللاسف دي ثقافه شعب برضو، خوفا منهم ان ابني لو انا قلت ان هو عنده سمات توحد او عنده توحد او عنده اوتيزم ايا كان انا بقول ايه، المدرسه مش هتقبله. لا بالعكس، ده انت لو ما قلتيش الحقيقه الطفل هينتكس اكتر. انا اعرف امهات ما شاء الله بطله فعلا، بطله فعلا، كرست شغلها ودراستها لدراسه التوحد عشان كيس عندها في البيت. قدرت ان هي فعلا يعني دراستها، هي كده كده ست ومحتاجه ان هي تنمي نفسها وترقي نفسها، هي رقت نفسها في الحاجه اللي تخدم ابنها. فدي طبعا حاجه بيبقى في نتيجه جدا نتيجه على الولد، نتيجه فعاله، لان اصل هو الاخصائي مهما كان يعني طبعا مع احترامي المجالي ما بيبقاش برضو زي الام في حنوها وفي حرصها وفي متابعتها الشديده، لان انا مش هبقى موجوده معاه 24 ساعه زي ما الام موجوده. فلما تكون هي بتتعامل ومستوعبه وبتودي لحد برضو مختص بره بيكمل على عملها معاه في البيت، انا عملت له منظومه كامله يعني. الطفل اللي عنده توحد او بيعاني من الاوتيزم بيختلف عن بقيه الاطفال لما أكيد. في المجموعه الواحده اكيد دراسيا، ولذلك انا بقول لازم الام تكون معترفه بالموضوع ده عشان تقدر ان هي تنمي من قدراته بشكل كويس جدا، لان هو ربنا برضو سبحانه وتعالى يعني بيبقى مدي نسبه ذكاء للاطفال اللي عندهم اعاقه. لو قدرنا ان احنا نشخص الذكاء ده بشكل صحيح هنوجهه بشكل صحيح، لكن لو انا كأم مش معترفه ان ابني عنده مشكله يبقى اذا عمري ما هعالجها، بالعكس هينتكس اكتر. ولذلك انا بطلب يعني طلب ملح جدا 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 من وزاره التربيه والتعليم ان هي تتبنى تطبيق حالات الدمج في المدارس، لان للاسف في مدارس برضو بتريح دماغها، هي بتتعامل للاسف اللفظي عندهم ان ده حد عنده تخلف عقلي فانا هعمل بيه ايه، ده ممكن يمثل خطوره على الاخرين. لا يا جماعه، هو مش مجنون بيمشي في الشارع، لا القصه مش كده خالص. القصه ان لو انتوا ناس تربويين ومستوعبين يعني ايه قانون دمج، وعارفين ان طالما هو اتحط ضمن قانون الدمج يبقى اذا هو يقبل التعامل مع الاطفال الاسوياء، يبقى اذا هو حقه انه يبقى موجود في المكان. ولكن للاسف تحديدا المدارس الخاصه بتتحكم تحكم شديد جدا، يا اما بتفرض بعدم قبول الطلاب دول، وبتفرض كمان مصاريف باهظه على الام او الاب في حاله قبول الاولاد دول، رغم ان هم للاسف يعني ما بيقدموش برضو الخدمه اللي هي تستدعي ان الطفل يعني يطلع من عندهم شفاء تام، ولكن بيبقى زي ما يكون يعني يا حبيبي يعني اذلال نفسي فعلا لولي الامر عشان ابنه يدخل مدرسه ممكن ويبقى يكون الولد عادي. عنده تاخر في حاجات معينه ما يقدرش يبقى بيضاهي او بيماثل هو المفروض قانونا مع بالتعاون مع الاستشاريين النفسيين المفروض ان قانون الدمج بيقول ان الاطفال دول بيتحاسبوا في الامتحانات على نسبه معينه من الدرجات. انا عشان كده بقول للام لو هي مش معترفه ان ابنها عنده مشكله ممكن يكون ال 50% بالنسبه له هو الاول على المدرسه بالظبط. فما ينفعش ان انا اقارنه بحد يبقى نورمال اساسا، انا كده هبقى بجيب له احباط. لكن بالنسبه لعقليته هو وبالنسبه لمستوى الاي كيو اللي طالع عندي، لا ده انا ابني متفوق ولازم افتخر بكده وهنمي كده. فقانون الدمج بيكفل الحق ده للاطفال ده في حاله طبعا الاعتراف بيهم للاسف ان لا هم ليهم مستوى من الامتحان معين، ليهم شكل من الامتحان معين، وبيحاسبوا بنفس النسب المئويه اللي بيحاسب عليها الطالب العادي، ولكن بشكل الامتحان الخاص بيه. ده من الناحيه التعليميه. تمام. طيب من الناحيه بقى النفسيه والتعامليه بينه وبين الاطفال اللي في سنه،
هل هيبقى منه ضرر عليهم، او هم طبعا بالتالي ممكن يصدروا بعض التصرفات راجعه لتربيه وتنشئه وحاجات كتيره ممكن تخلي الطفل العادي. يعني اقدر اقول لك ان ده دور المؤسسات التربويه او المؤسسات التعليميه، وانا بفصل ما بين المؤسسات التربويه والمؤسسات التعليميه لان مش كل المؤسسات التعليميه تربويه للاسف، وانا اسفه في الكلمه دي ولكن للاسف دي حقيقه. لو المؤسسه اللي الولد داخلها دي مؤسسه تربويه هتعرف تعلم الاولاد كلهم ازاي ان انا اتعامل لما يكون في حد زميل لينا كيس بدون ما اقول ان هو حد مريض. لان للاسف الطفل التوحدي تحديدا عنده مشكله دايما، وهو انه مستغرب من العالم اللي حواليه، مع نفسه ما عندوش استعداد للتواصل الاجتماعي، مش بيلعب مع الاطفال، ممكن يلاقي وسائل ايضاح مثلا على الحيطه فيبدا يقطع الورق وياكله وهو مستغرب من الحاجات اللي حواليه، هي حاجه ما اتعملتش قدامه فمستغربها. لو لقى مثلا عجله بتدور قدامه او كره بتلف قدامه بيبقى مستغرب جدا، يعني هي دي بالنسبه له حاجه مبهره قوي. لو لقى مثلا ان الزرار بتاع النور اللي بيفتح وبيقفل ده هيقعد يجرب فيه طول النهار لان هو مش عارف هو ايه اللي بيحصل. هو شايف ان في ايوه بس هو كطفل عادي ممكن برضه بيبقى عنده حب الفضول ان هو يجرب الحاجات دي بمجرد ما تقولي له مره لا بس مش هيبقى بخوف. هو الطفل التوحدي بيبقى بخوف شويه بخوف شويه. يعني هو بيبقى يعني مش فضولي لان هو يعني يعرف هي الحاجه دي بتتعمل ازاي زي الطفل النورمال حبيبي، لا هو الموضوع بالنسبه له بيبقى ان هو مندهش دهشه خوف. لو شاف حاجه زي دي ممكن يبعد عنها، لو شاف عجله بتدور جنبه بيبقى مستغرب منها جدا وبتتسع حدقه عينه من شده ان هو ممكن يبقى خايف من الحاجه اللي جنبه او اللي حواليه دي. يعني في المجمل هو مش مستوعب الحاجات الطبيعيه اللي بيمر بيها الطفل العادي، وبما ان هو ما عندوش اصلا الاستعداد للمحاكاه وما عندوش الاستعداد ان هو يقلد اللي حواليه، فبالتالي ما عندوش الاستعداد برضه ان هو يجرب بنفسه ويشوف هو ايه اللي بيحصل زي الاطفال العاديين بقى اللي بيقلدوا ماما وبابا وكده. يعني دور النفسي بعديها بيكون ايه؟ بيتدخل عشان يقدر يعالج الحاجات دي ازاي؟ هو مش هيبقى نفسي قد ما هو هيبقى تعديل سلوك. لان الاخصائي النفسي او السلوكي تحديدا بيبقى عارف ان الطفل ده لو اتحط مثلا في مكان مغلق خلاص اوكي هو هيديله نتيجه كويسه جدا، لو اتحط في مكان الاضاءه بتاعته هاديه هيديله برده نتيجه كويسه جدا، لو اتحط في مكان مثلا او الكلاس اللي هم محددينه مثلا لعلاج الطفل ده في سيشنز معينه مثلا محددينها من السكادجول اليومي قريبه مثلا من التويليت، لان هو عاده ممكن يخاف فيحتاج ان هو يدخل التويليت كتير. فلو هو عارف الاشتراطات اللي تساعده بيئيا ان هو يدي النتيجه اللي هو عايزها، والالوان اللي حواليه هاديه يقدر ان هو يدي بشكل كويس، عارف ان هو الشغل بالنسبه له بشكل براكتيكال، ودي حاجه مطلوبه اصلا للاطفال عموما ولكن للطفل التوحدي اكتر. الحاجه اللي بتتعمل بشكل عملي قدامه اكتر هي اللي بتتزرع في دماغه بشكل اكتر. والاخصائي بيبقى عارف ان انا حطيت دي مثلا دلوقتي شويه وهبعد ومش هوريله ان انا شايف، فهو هيقلد واحده واحده بدون معرفتي انا، لان هو ما عندوش موهبه التقليد زي الاطفال العاديين زي ما اتفقنا. فبما انه هو مختص هيعرف يعالج وهيعرف يوصل المعلومه بشكل اكبر. واثناء التواجد بالمدرسه ده لو فيها حالات دمج ومهتمين بيها تربويا فعلا بنخصص حد من المدرسين التربويين، برضو وانا باكد على كلمه تربويين، وعندهم جانب نفسي شويه، وبنوجههم انتوا المفروض ان انتوا الاولاد دول ليهم جدول خاص، في جدول ليهم بيبقى انسايد ذا كلاس ما فيش مشكله، بيتعاملوا مع الاطفال عادي جدا ومع التيتشرز بتوعهم عادي جدا، وليهم حصص ثانيه بنقول عليها 1 تو 1 يعني بيبقى مني ليه هو تحديدا بس. طب دكتور ولاء شبانه خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نعرف يعني ايه المعايير للتربوي فقط، بس هنطلع فاصل سريع مشاهدينا ونرجع استنونا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ونكمل حلقتنا النهارده عن اليوم العالمي للتوحد. وخلينا كده يا دكتور نعرف، هل الطفل اللي عنده توحد او بيعاني من توحد له حق انه يبقى فيه دمج في المدارس ويتعامل
وزي ما حضرتك بتقولي يبقى ليه حد تربوي بيتعامل معاه، هل ده حقه؟ وهو ده الحاجه زي دي ممكن تطور او تعدل من سلوكه وتخليه يتعامل ويبقى فيه دمج ويبقى زيه زي اي طفل عادي؟ اكيد اكيد اكيد، ومش طفل الاوتيزم بس، لا هو اي طفل سبيشال نيدز عموما او حالات خاصه هو ليه حق في الدوله ان هو يتحط في المدرسه اللي هو عايزها، اللي تتبع لمنطقته السكنيه او اللي تتبع لرغبه والدته. ولكن مقاومه بس كده، معلش انا بشجع بقى، مقاومه لجشع المدارس وتحديدا المدارس الخاصه، لازم ولي الامر دي رساله مباشره. حضرتك عارف ان ابنك ليه حق في المكان ده، لما تلاقي ان صاحب المدرسه او مديره المدرسه رفضوا تواجد الطفل ده، توجه فورا للاداره التعليميه ومنها للمديريه على طول، لان ده حق لابنك، المفروض ان انت ما المدرسه بتقول له ما عندناش دمج، ما بناخدش اطفال حالات لا خاصة. هو معلش، هو عفوا هو مش بمزاجهم، هو الاوبشن اللي متوفر في المدرسه هو حاجتين، يا اما انا كمدرسه بتقبل الطفل ده عشان يبقى متواجد كدمج، لان من ضمن التوصيات او الحاجات اللي موصي بيها الدكتور بتاعه ان هو لازم يتحط في مجموعه، فانا مكلف فقط كمدرسه ان انا يعني اخلي الولد في وسط مجموعه. يا اما الاوبشن الثاني ان انا بدي كورسز جوه المدرسه او جايب اخصائيين مؤهلين عشان اساعد في علاجه، ولو دي ليها مقابل خاص متراضي بيها ولي الامر فده براحتك وبمزاجك. لو انت مش متراضي بيها فانت بتتعامل مع المدرسه كأن ابنك موجود في وسط مجموعه دمج، لان ده حقك، مش من حق المدرسه يا جماعه تقول لا انا ما بقبلش حالات دمج. بس دي رساله قويه جدا جدا توجهيها للمدارس. الموضوع ده بيضايقني جدا الحقيقه. هو يضايق اي حد يا دكتور لو عنده. ولما اتبلغت قبل كده، لما بلغت قبل كده بحاجه زي دي لسيد وزير التربيه والتعليم، وكانت في مناشده قويه جدا الحقيقه، هو الراجل نفسه قال في قانون. يعني هو طبعا له مأخذ ان ما حدش بيتابع الحقيقه القانون ده للاسف، ولكن هو في قانون، بعض الحالات الوزاره عامله اللي عليها وعامله القانون ده فعلا. في بعض بتلاقي ان الام او الاب هو مش عارف، فبالتالي خلاص بيرضى او بيرضخ للامر الواقع وما بيكملش، بيشوف حاجه ثانيه. بالظبط، او لو للاسف لما بيلاقي ان المدرسه بتتعامل بشكل غير تربوي او بشكل غير ادمي، ما هو في مدارس للاسف فعلا بتتعامل بالشكل ده مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، فبيقول لك لا، ما هو انا مش هسبب انتكاسه لابني. يعني اقصى حاجه انت ممكن تضحي بيها ان لو هتلتزم بان انت تجيب شادو لابنك جوه المدرسه، يبقى كده تمام جدا، عشان يبقى في يعني سيطره اكتر، يبقى في حد مخصص لابنك اكتر بانه يقول لك الدنيا ماشيه ازاي. وشادو بس عشان برضه ابقى موضحه الموضوع، شادو يعني في اللانجوج بمعنى ظل للانسان، فهو المطلوب بس من الشادو برضه، عشان انا برضه بشوف كاركتر بتبقى غلط في الموضوع ده. الشادو يا جماعه ما هو الا ظل مرافق للطفل، يعني ما بيساعدوش في اي حاجه، مش المفروض انه يساعده في اي حاجه. لو حب توجيه او مساعده مفيش مشكله، ولكن الطفل نفسه ما ينفعش انه يبقى حاسس ان في حد اصلا رقيب عليه، ما ينفعش. فانت لما تكوني شادو الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، المفروض ان انت ما فيش عليكي غير ان انت تتابعيه زيه زي اي طفل عادي، ولكن انت فوكس الاساسي بالنسبه لك هو الطفل ده، مش اكتر من كده، عشان الريبورت بتاعك يبقى صح للبيرنتس اللي انت بتتعاملي معاهم، ومنهم برضو للدكتورز اللي هو بيتعامل معاهم، بس مش اكتر من كده. هي حلوه برضو ملحوظه الشهاده دي، دورها ايه؟ مهمه جدا طبعا. يعني بنلاقي في بعض الاوقات ان هي بتتعامل معاه كأن هي اللي بتاكله وهي اللي بتمسكه وهي اللي بتمشيه، فبتبقى ما بتكلفوش باي مجهود او اي حاجه، فده برضو بينقل صوره مش لطيفه للاخرين. طفل الاوتيزم عنده او عرضه اعلى للغيره لو عنده اخوات عاديين او في المدرسه؟ خالص، ده بالعكس، ده هو من ضمن مشاكله ان هو ما بيبقاش مميز باباه ومامته اصلا في وسط المجموعه. يعني لو في وسط مجموعه كبيره هو ما عندوش اصلا استعداد ان هو يميز هو مين ماما ومين بابا، الاشكال كلها واحد، وممكن تبقى كل الستات بالنسبه له هم ماما اللي بشوفها في البيت وكده. فهو ما عندوش اصلا تواصل، عشان يعني هو ما عندوش تواصل ذهني عشان يبقى عنده تواصل عاطفي لحاجه زي كده، ولكن هو بيستشعر جدا 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 ان اي حد يكون عايز يأذيه. دي اكتر حاجه بتبقى سنسيتيف بالنسبه له، او اكتر حاجه فيها حساسيه بالنسبه له. لكن لا، ما عندوش عنصر الغيره ده خالص. طيب وبالنسبه للذكاء الطبيعي، الذكاء مقارنه بالطفل التوحدي، هو مش، ما اقدرش اقول ان هي حاجه مقننه ثابته، لان انا قلت ان هي يعني هي حاجه نسبيه. يعني في اطفال بيبقى عندهم نسبه ذكاء عاليه، في اطفال بتبقى اقل شويه، في اطفال قابله للعلاج، في اطفال لا خلاص الموضوع منتهي بالنسبه لهم، بس احنا بنحاول ان احنا ننقذ ما يمكن انقاذه. فالموضوع متفاوت، وفي نفس الوقت هو معلش برضه هو عشان موضوع التاخر العقلي الناس فاهماه برضه بشكل مش كويس، حتى مع الاطفال الطبيعيين هو مفيش حاجه اسمها ان حد ذكي فيبقى متفوق، لا،
يعني هو المفهوم ده مختلف تماما. معلش دي بقى نقطه شامله قوي للنورمال والاب نورمال من الاطفال يعني. الذكاء يا جماعه ده نسبي ونوعي. يعني ايه نسبي ونوعي؟ نسبي يعني ممكن يبقى كتير عند حد وقليل عند حد تاني، ونوعي يعني انا عندي انواع كتير جدا من الذكاءات اساسا. ممكن طفل يتمتع بحاجه وحاجه تانيه لا. ممكن طفل يبقى عنده براعه في ان هو يحفظ، هو عنده ذكاء ان هو يتلقى المعلومه ويحفظها بشكل سريع جدا. ممكن حد تاني يبقى عنده ذكاء سمعي، ده لو غنيتي له الدرس في ثانيه هتلاقيه حفظه في ثانيه، لان هو عنده نسبه ذكاء عاليه قوي ان هو يسمع ويعرف يعني ايه اغنيه كده دخلت دماغي خلاص انا هبقى برددها ايه في ثانيه. فالموضوع بالنسبه له يعني كده. في حد عنده ذكاء فني، ذكاء فني ممكن يبقى بيطلعه في الرسم فعلا، فاللي هو بيه لو شاف موهوبين. فاللي هو بيه لو شاف لوحه فنيه ممكن يقلدها تيبيكال بالظبط، يعني يعملها كانها متطابقه تماما. ده برضو نسبه نوع من انواع الذكاء. فالذكاء يا جماعه متفاوت ما بين حد والتاني، احنا مش زي بعض، لكن على الاطلاق هو مفيش حد اسمه ان حد غبي، دي جمله مرفوضه تماما. لكن في حد عنده ذكاء مختلف عن ذكاء غيره، مختلف عن ذكاء غيره، بس عشان كده لازم يبقى في فروق فرديه طبعا. طيب ندخل على الموضوع بقى الاكبر اللي ممكن نواجهه ويكون ملحوظ قدامنا جدا، اضطرابات الكلام للطفل اللي عنده اوتيزم او التوحد. هو اضطرابات الكلام دي برضو موضوع كبير قوي، لكن تحديدا مع الطفل التوحدي هو ما عندوش تواصل لغوي اصلا. وانا بقول هو ليه موضوع كبير، لان في طفل بيبقى متاخر في الكلام بسبب تاخر في السمع. يعني دي حاجه مرتبطه بدي. في طفل بيبقى عنده تاخر في الكلام بسبب عطب لغوي موجود عنده، حاجه عنده في الجهاز الصوتي نفسه مسبب عطب معين يعني ما بيخلوش ينطق الحروف مثلا بشكل صح او متعثر فيها. في حد عنده تاخر في الكلام نفسي، هو كل اجهزته سليمه وشغاله وتمام ما عندوش اي حاجه، لكن هو شخصيته هو مش عايز يتكلم. ممكن ده يبقى تمرد، ممكن يبقى تنمر، ممكن يبقى تشوك حصلت له مفاجأة خلته متوقف عن الكلام بشكل مقصود مش غير مقصود. أما في حالة التوحد هو توتالي هو ما عندوش أصلا استعداد للتواصل، فبالتالي هيتكلم هيقول إيه؟ طب هو بيجي منين الفشل في التطور للتواصل الاجتماعي دي؟ يعني ده عموما ولا للطفل التوحدي؟ لا للطفل التوحدي. هو يعني هي دي من صفاته اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها بيه في المرض نفسه. بنطورها ازاي يا دكتور؟ تطورها بقى بيرجع لنسبه الاوتيزم اللي موجوده عنده. لو هو عنده سمات توحد او عنده طيف توحدي دي سهل جدا ان هو يتعالج منها، مفيش مشكله. لكن لو الموضوع مرضي مزمن بالنسبه له احنا بنقول ان احنا بنعدل السلوك بس، لكن موضوع الكلام هيبقى صعب شويه. ولكن حتى لما بيجي يتكلم دي برضو من ضمن الحاجات اللي لازم اخد بالي منها، لان دي بتبقى احد النقط اللي بتخليني اكتشف الطفل. بيبقى كلامه زي الروبوت شويه، يعني مش واضح. ممكن يبقى بيكرر الكلام بشكل كتير جدا وهو مش عارف هو بيكرر الكلام ليه. ممكن يقول كلام اصلا مش مفهوم، يعني بيعمل جمل كبيره من كلمات مش متراكبه مع بعضها اصلا. دي من ضمن برضو الصفات اللي بتميز الطفل التوحدي. ممكن يبقى ساكت عن الكلام خالص، ولدرجه ان هو لما بيكون حتى عنده حاجه ملحه زي ما قلنا من شويه ممكن يبص للحاجه بس عشان ماما تفهم ان هو عايزها، لكن ما يقولش هو عايز ايه. ماما هتساعده ازاي علشان يقدر يطلع الكلام؟ ده عن طريق الاخصائي بقى. اخصائي لازم الاخصائي هو بيتدخل، وفي تطور شفتيه يا دكتور بيكون ملحوظ وبيبداوا جدا. يتكلموا. وفي ناس بتتشفي تماما، في ناس بتشفي تماما، هي بتاخد وقت طبعا طويل لكن بتشفى تماما الحمد لله. يعني احنا ما نقولش خلاص هو بيتعامل كده فاحنا هنتعامل مع الحاله كده ونفضل خالص. اي طفل من الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه سواء هو اوتيزم او داون او اي حد سبيشال نيدز لا هو قابل للعلاج. ما نقولش ان مفقود الامل بالنسبه لنا بالشكل الفظيع ده. يا دكتور على الاقل هستفيد من الحاجه الحلوه اللي جواه. مفيش يا جماعه احنا اكيد مش هنشكك في قدره ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. ربنا حاطط قدره في كل بني ادم فينا ايا كان. لو هو شفت حالات كتير جدا من غير ايدين ورجلين ومتفوقه علميا جدا، شفت كفيف ومتفوق جدا، شفت اخرس ومتفوق جدا حقيقي. فالموضوع مش كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقولوا هو يعني في نقص في حاجه وفي زياده جدا في حاجه ثانيه، فما نفقدش الامل. لا طيب علشان من الزياده والنقص في حاجه، الحواس الخمسه عنده بيتعامل معاها ازاي؟ لان بنلاقي فيها ساعات فرط، بنلاقي فيها خمول، يعني بتتعاملي معاها ازاي؟ بصي هو التواصل الحركي هو اكتر حاجه ناميه بالنسبه للطفل التوحدي او طفل الاوتيزم. فلذلك تلاقي عنده دايما يعني عنده رياكشن عاليه قوي، يعني ممكن ردود افعاله تبقى بجسمه كله. بيتحرك كتير، ممكن يبقى بيتقلب على الارض، ممكن يبقى بيتشقلب كتير على المرتبه او على الحيطه. حركته بتبقى لا اراديه بشكل كبير، دي ما فيش فيها مشكله. وده اقدر اقول ان هو يعني منطقيا او
يعني بنتكلم از لوجيك، يعني ان هو عشان في طاقه جواه مكبوته هو ما بيطلعهاش لا بالتواصل بعينيه ولا بلغته ولا باي حاجه، فبيطلعها في الطاقه الحركيه. لو في اخصائي تدخل بقى في الوقت المناسب هو بيقدر يسخر الطاقه الحركيه دي مع المهدئات اللي بياخدها بقى، وده الشق الطبي اللي كنا بنتكلم عنه، ان هو يقدر يسخر الطاقه الحركيه اللي جواه دي بان هو يعمل حاجه، يعمل صلصال، رسومات، ايا كان بقى رياضة. التوجه بالنسبه له. ليهم رياضه بالظبط. ليهم رياضات معينه بيلعبوها؟ ايه اه افضلها يا دكتور؟ افضلها السباحه. السباحه؟ ليه بقى؟ عشان السباحه اولا بتنمي نسبه الاكسجين بشكل كويس جدا في الجسم، فدي طبعا احد الحاجات اللي هو اصلا بيبقى محتاجها، لان هو عنده مشكله اوريدي حبايبي اعتلال في حاجه زي كده. بتنمي حركته بشكل كويس جدا، او بتستغل حركته بشكل كويس جدا، لان هو اوريدي محتاج ان هو فعلا تبقى حاجه تبقى بتقاوم معاه. ومقاومه الميه اثناء السباحه هي بتطلع طاقه كبيره جدا من جواه دي برضو. ان هي لعبه فرديه. هو الطفل التوحدي في الرياضه تحديدا ما بيحتاجش الالعاب الجماعيه. الطفل العادي بنقول هو محتاج للالعاب الجماعيه عشان تنمي من روح التعاون بالنسبه له بينه وبين الاطفال، ده الطبيعي. لكن في حاله الاوتيزم تحديدا لا، انا ما انصحش ان هو يدخل في العاب جماعيه، لان هي ليها ستارت المفروض ان هو يبدا منها، غيره هيقدر يبدا بشكل كويس. فلو هو ما بداش زيهم هبقى انا كده بعمل له انتكاسه بشكل غير مقصود. لكن لما بتكون لعبه فرديه انا بقدر ان انا اعيد معاه مره واثنين وثلاثه لغايه ما اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها، فبتبقى ناجحه جدا يعني. حلو. احنا كمان بنضم صوتنا ليكي، وشكلهم حلو جدا لما بيكونوا في السباحه وبيلعبوا وبيتحركوا عادي جدا، بنشوفهم بيحققوا بطولات جميله جدا والله. ويمكن بس احنا ما بنهتمش قوي بان احنا نتابع الحاجات دي، ولكن ذوي الاحتياجات الخاصه محققين نجاح باهر الحقيقه على مستوى العالم والله. دي حقيقه. طيب لو قلنا اختلاف النمو، بنشوفهم في بعض الاوقات النمو مش طبيعي، ده بيكون اسبابه ايه او بيعني ايه؟ لا، هو النمو العام او الشكل العام بيبقى طبيعي جدا، يعني هم عكس الداون. حالات الداون بتبان شويه من شكل العين، من ملمس الشعر شويه، من تدويره الوش، بتبان احيانا، وبرده بنسب متفاوته من القليل للكتير، وممكن ناس ما تكونش باينه عندها قوي. لكن الاوتيزم تحديدا يعني اقصى درجات التغير بالنسبه له الودان. ان بيبقى في تغير في شكل الودن شويه، في تقعر فيها شويه، او تمدد فيها شويه، مش ان هي تبقى طالعه لبره، لا تمدد مثلا لفوق شويه او منزويه شويه، يعني شكلها ابنورمال في النهايه يعني. وبرده ده مش شرط على فكره، لكن في المجمل بالعكس. يعني انا ما قابلتش طفل مصاب بالاوتيزم الا وكان ما شاء الله وسيم، سبحان الله يعني. وبقول وسيم تحديدا ليه؟ عشان بس الذكور، لان هو للاسف فعلا يعني يمكن 5 مقابل 1 من البنات بيصابوا الاولاد الذكور يعني. ده راجع لحاجه؟ نسبه لا، ده هي برضو حاجه راجعه للطبيعه. ان الولاد اكتر اصابه بالتوحد للاسف. ليه ممكن يا دكتور يرجع مثلا ان الولاد يعني احنا بنلاحظ ان البنت بتتكلم قبل الولد؟ لا، هو البنت بتتكلم قبل الولد او العكس، دي بتبقى راجعه للبيت نفسه. يعني لو البيت حد متحدث هتلاقي الطفل ده طالع توكاتيف لدرجه انه ممكن يكون بيتكلم نفسه اصلا وهو ماشي. بيسال مامته في حاجات ما تتسالش اساسا وتتخنق وحاجات كده، فهتلاقيه متحدث بشكل عادي. ده الطبيعي يعني. لكن عشان كده احنا دايما بنقول الاهتمام بمحاكاه الطفل وهو صغير، ولازم نسمعه حتى لو انا بعمل حاجه في المطبخ. يا حبيبي سامعاك كمل، وحتى لو انا مش سامعه بس يبقى في نقطه تواصل بس. والله طب كمان كمل يعني. حتى لو مش مركزه معايا يا جماعه بشكل كامل، بس اسمع الطفل ده بيقول ايه. اديله وقت من ان انا اسمعه بيقول اي كلام، افضل اسمع بيقول ايه. دي حاجه مهمه، ونفسيا بتكون الاطفال عموما طبعا، كل الاطفال دي طاقه وذكاء. يعني الذكاء في الكلام ده يعني دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. المشاكل الصحيه يعني بتاثر على طفل الاوتيزم؟ لا، هو ما بيعانيش من مشاكل صحيه شديده الا في حاله الحر الشديد بس. يعني ده غالبا، يعني اغلب الحالات اللي ظهرت قدامي كانت فعلا في المشكله دي بس. لكن ازاي يا دكتور؟ يعني الحر بيخنقهم اكتر من اللازم، ولان هم كمان منزويين اكتر من اللازم عن المجتمع اللي حواليهم، فبتلاقيهم الحر بيخنقهم قوي. او زي ما قلت بقى موضوع الالوان والاضاءه العاليه والحاجات دي. لكن غير كده هم جسمانيا بيبقوا طبيعيين جدا، بس بيحتاجوا لنسب من المهدئات. طبعا الدوز بتختلف من حاله لحاله، دي طبعا مجال الطبي ادرى بالكلام بيه المتخصصين يعني. ولكن الدوز بتبقى مختلفه من حاله للثانيه، ودي بتساهم بنسبه كبيره جدا في تهدئه الحاله العامه للطفل التوحدي. طبيعه المشاكل اللي بتواجهها او بتشوفيها مع اطفال التوحد بتبقى عباره عن ايه او ايه؟ ان الناس اللي حواليهم مش فاهماهم. دي كارثه، دي ثقافه مجتمع يا جماعه. يعني هو انا وارد جدا ان ابني او ابنك او ابن اي حد فينا اساسا كان يبقى عنده الحاله دي عادي. ما ينفعش ابدا ان واحنا في النادي اتفاجئ ان مثلا ام بتمنع ابنها من هو ما تلم ابنك اصل ده عنده تخلف، احنا ناقصين، ما تلعبش معايا يا حبيبي اصل ده مجنون. لا، ما ينفعش.
ما ينفعش انا كأم، مش هقول كتربويه، كأم بحاسه الامومه ان انا امنع طفلي ان هو يتعامل مع طفل ذوي احتياجات خاصه. كان وارد يكون ابنك انت، كان وارد انه يكون ابنك انت، عادي صحيح. جدا، ايه المشكله؟ وبعدين انت ابنك اوريدي مش كامل، طب يعني ده شق تاني لوحده ما يعني. لو في وقت من متسع من الوقت هنخليكي تتكلمي عن الطفل العادي وتعديل سلوكه هيكون ازاي. طيب ما ممكن يا دكتور يكون راجع ان الام اصلا مش يعني احنا عايزين ننشر ثقافه ان احنا ازاي نتعامل معاهم. في ناس بتخاف، حتى الكبير بيبقى خايف. لا اصل هتخافي ليه؟ هو طفل مش مؤذي بطبيعه الحال، هو آه. يعني هو مش طفل مش مؤذي، ده بالعكس، ده هو اكتر ايذاء بيقع عليه هو شخصيا، لان هو مش عارف يتعامل فبيبقى مع نفسه، يعني هو لوحده، فعمره ما هيسبب اذى لحد، بالعكس هو الاذى كله بيبقى راجع ليه هو بس. فلا طبعا ما نخافش من التعامل، ولا ننصح اولادنا ان هم يبعدوا عنهم باي شكل من الاشكال. التعامل حتى في مجال الاذى يا جماعه ده بيبقى قدري، يعني وارد جدا ان ابنك يعني يقع جدا يتخبط يقع. من غير سبب صح. اساسا. صحيح. فبلاش، اسفه في الكلمه الشديده دي ولكن هي ما تقالش غير كده، بلاش جهل، يعني بلاش. وارد جدا زي ما قلنا ان ده يكون ابني، ان يكون ابنك، ان يكون ابني عنده مشكله تانية وانا مش واخده بالي منها. صحيح. فبلاش المجتمع يبقى كده. ولو انت زرعتي في ابنك ان هو ينفر من حد، هتلاقي حد في يوم من الايام بينفر منه. فعلا. ولو عودتيه ان هو يبعد عن حد لصفه ما، حتى لو الصفه دي في حد طبيعي، هلاقيه بعد كده نافر من المجتمع كليا، لان من علامات الصحه النفسيه المرونه في التعامل مع الشخصيات المختلفه. الشخصيات المختلفه بسلبياتها وايجابياتها. فلو انت مش معلمه ابنك ان هو المفروض يتعامل مع كل الناس بكل طبائعها، بكل فئاتها، بكل سلوكياتها، بكل ايجابياتها، بكل سلبياتها، هيطلع غير سوي. صحيح. دكتور ولاء، خلينا نطلع فاصل ونرجع بقى علشان نعدل سلوكنا احنا جميعا للتعامل مع سواء الطفل اللي بيعاني من التوحد او غيره. بس هنطلع فاصل سريع ونرجع، استنونا. بيعتبر بمثابة انتصار ان اصبح ان في يوم عالمي للاحتفال بالتوحد، وان اصبح في شعارات كتيرة بتقول ان كلنا واحد، نتعامل ونندمج ونعرف اللي احنا خايفين منه او اللي بيسبب لنا توتر او مش عايزين اطفالنا تتعامل معاهم، نعرفهم عن قرب، نعرفهم اكتر. ايه دكتور النهارده دكتور ولاء بتعرفنا العالم ده فيه ايه وبيقول ايه ومحتاج ايه واحنا نتعامل معاه. اول حد هيبدا يتعامل معاه الاب والام، يتعاملوا معاه ازاي؟ يعني يخترقوا العالم بتاعه ازاي يا دكتور؟ بصي، هو بدايه طبعا ما فيش ام او اب بيكرهوا ابنهم، دي خلينا نقطه متفقين عليها تقريبا. طبعا. وبقول تقريبا ليه؟ لان في حاجات بتبقى نسبيه برضو، بتتطرق الموقف للاطفال المرضى بالاوتيزم او غيره، بتخلي الاب او الام ناقمين على الموقف، او اللي هو يعني استغفر الله العظيم، عدم الرضا يعني شويه. ليه يا رب جالي الطفل كده، او ليه؟ لا، انا عايزه اقول لحضرتك انت ربنا حباكي بنعمه كبيره جدا جدا جدا، يمكن ما ادهاش لحد تاني، يمكن رايد لك بيها خير في حاجه تانيه انت مش متوقعاها. يمكن ربنا خلق اللي في بيتك ده حد عبقري عبقري. ده انا بقول يمكن اجدادنا زمان كانوا بيتعاملوا مع الاطفال او نوعيات من اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه ان ده حاجه يعني ملائكيه من عند ربنا، واللي يقول لك ده شيخ، واللي يقول لك ده يعني ده ملاك، واللي يقول لك ده احنا ناخد بركته. يعني على الاقل يا جماعه حتى اهالينا كانوا بيقدروا الحالات الخاصه، احنا ما بقاش عندنا استعداد لكده. احنا عندنا فوبيا من ان احنا بنخاف على اولادنا من الاطفال اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه، عايزين نقفل عليهم على قد ما نقدر وخلاص. انا كولي امر ربنا اداني هديه بطفل معاق، يبقى انا مش هقدر ان انا اعمل حاجه غير ان انا ابقى ناقم على الحياه، وما عنديش امل في حاجه، ومش هعرف اتعامل، يا اما بدفع فلوس للاخصائيين وخلاص والدنيا بتمشي بالنسبه لهم وانا عملت اللي عليا وخلاص، ويبدا ان هو يبقى ناقم. لا خالص. انا عايزه اقول لك الحب ده يعني نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. بقدر ما هتقدري ان انت تحبي شغلك على قد ما هتقدري تديله اكتر. شغلك الاصم، انت بقى بتتعاملي مع بني ادم له عقل وقلب وروح، فلو حبيتيه اكتر وارتضيتي بالموقف اكتر ربنا هيجازيكي بيه بخير اكتر واكتر، وهتقدري توصلي معاه لنتيجه كويسه جدا ممكن تكوني انت مش متوقعاها. من حاجتين، من حبك للطفل ده اللي هو المفروض بقى يحب يبقى عن عمد بقى كمان مش بالفطره، وايمانك بربنا سبحانه وتعالى ان هو فعلا ادالك هديه انت مش حاسه بيها. صحيح. بس الحب
والعالم الخارجي هيعمل، هتقولي له ايه؟ العالم الخارجي هقول له حط نفسك مكان ولي الامر اللي ممكن يبقى شقيان وتعبان وشغال وثلاث ارباع ميزانيه البيت دي رايحه على طفل كلهم امل ان ربنا يشفيه. حط قدامك ان كان ممكن الطفل ده يبقى في بيتك او ابن اخوك او ابن اختك او ابنك انت شخصيا. حط في دماغك ان ابنك السليم ده ممكن في لحظه لا قدر الله تفقده. حط في دماغك ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع وشايف انت بتتعامل ازاي وبتزرع في نفسيتك ايه وبتزرع في نفسيه اولادك ايه تجاه حب الاخرين، سواء هم من ذوي الاحتياجات الخاصه او غيرهم. قبل ما تتصرف اي تصرف احسب الحاجات دي، هتلاقي نفسك بتتعامل بآدمية. لو ما تعاملتش بالشروط دي يبقى انت كده مش آدمي. في بعض الامهات بتبقى قلقانه مثلا من طفل لو عنده توحد او حاجه، بتقول لك اصل ابني بيقلده، اصله بيعمل زيه، فبتبقى عندها وجهه نظر مختلفه شويه عن اللي احنا او المعايير اللي انت بتقوليها. لا هي بس مركزه، يعني هي المشكله في كده، يعني مش زي ما قلنا من شويه، هي مركزه بس مش اكتر من كده. طب ما هو اي طفل اساسا، يعني مثلا زي ما كنا بنقول في مسابقه احسن كلاس بتلاقي كل اولاد يا مس ده زمايلنا اللي في الكلاس الثاني جم قطعوا الزينه اللي عندنا. يعني هو وارد ان هو يبقى اصلا بيهافير بيحصل مع اي طفل نورمال. انت ليه ركزتي ان هو عشان ده قطع الورقه فده قطع زيه؟ اصل بينزل على الارض زيه علشان شاف الطفل. اي طفل بيتصرف اي تصرف طفل زيه بيقلده، ايه المشكله؟ ليه انا ما فهموش ان معلش يا حبيبي اصل هو مثلا واخد دواء معين بس ده صاحبك حبيبك اكيد كان تعبان، طب ابقى طبطب عليه شوف هو زعلان ليه او متضايق ليه، ايه المشكله في كده؟ ما انا طفلي يعني بيقلد تقليد القرود والبغبغانات في كل حاجه. اشمعنى هعلق وهركز وهفوكس قوي عشان طفلي عنده زميل كيس في الكلاس؟ لا الموضوع يعني مش كده، هو اوريدي بطبيعه الحال بيقلد. وحتى لو قلد هو مش هيقلد حاجه، هو مش هيروح يجيب نايف من البيت ويضرب بيها حد، لا. يعني تقليده حتى في حاجات بسيطه، ايه يعني وقع نفسه على الارض، ايه المشكله يعني؟ ما هو طبيعي انه بيعمل اكتر من كده ابنك وانت مش واخده بالك. قطع ورقه من على الحيطه ولا نزل اللوحه اللي كانت متعلقه، ايه المشكله يعني؟ انا عايزه اقول لك ده الواحد لو يطول ان هو يجرم اصلا الزعيق في البيت للاطفال ونسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، كنت عملتها جريمه فعلا والله في حق الاولاد دي. ليه ضررها ايه؟ انت بتحبطي نفسيه الطفل، بتشلي حركته تماما، بتعوقي التطورات الذهنيه اللي في دماغه اللي هو عايز يعملها، اللي هو ممكن يكون بيعملها وانت بمنتهى التجاهل ليه، يعني ما اهتمتيش هو بيعمل كده ليه. انت زعقتي وخلاص عشان ما يعملش الحاجه دي، هل عرفتي هو بيعملها ليه؟ لا. طب عرفتي ايه الهدف من وراها؟ لا. طب عرفتي هو جر الورقه دي ليه ولا محتاج قلم وشخبط بيه؟ ايه المشكله يعني ايه الجريمه الفظيعه اللي الطفل عملها؟ انت لو تعرفي اصلا قدر الزعيق اللي انت بتزعقيه اساسا لطفل عشان بيشخبط على الحيطه، كنت عرفتي ان في بلاد بره وفي الدول الاوروبيه ما شاء الله عليهم يعني عاملين حيطان مخصوص عشان الشخبطه. حضرتك يعني انتوا ليه بتعملوا كده في ولادكم؟ ايه المشكله اما يشخبط يا ستي؟ وقتك شويه كده وهتنضفيها وبتنضف عادي. اعملي له لوحه لو انت مش عايزه توسخي الحيطان بالشكل ده، اعملي له لوحه واعملي له وايت بورد في الكلاس في الروم بتاعته، ويقدر ان هو يكتب عليها زي ما هو عايز بدل ما بتحبطيه. المشكله ان احنا دي بقولها مرارا وتكرارا ان اولياء الامور بيتعاملوا بشقين، ان زي ما احنا ما اتربينا، ودي كارثه طبعا لان احنا ايامنا ما كانش فيه التقنيات اللي موجوده دلوقتي، ما كانش فيه التطورات اللي موجوده دلوقتي، والا كان زماننا هنبقى زيهم. والشق الثاني ان التربيه بقت علم كبير جدا، انا محتاج ابص لكل تصرف ابني بيعمله ليه. لازم ادور ما وراء السلوك، هو السلوك ده صدر منه ليه، بينم عن ايه. فالموضوع مش سهل، ادور الاول بعدين ابقى ازعق واصرخ واضرب يعني بس. دكتوره ولاء حضرتك نورتينا جدا النهارده يا فندم. دكتوره ولاء شبانه، استشاري التربيه والسلوك والصحه النفسيه. خلينا نختم من كلام حضرتك ان كلنا واحد، نتعامل مع الطرف الاخر، نتعامل مع الغير، نعدل السلوكيات بتاعتنا كلنا من الكبير للصغير. اشوفكم على خير في حلقه جديده والى اللقاء.